وبيبدأ فيلمنا مع بطل الفيلم واللي اسمه مايلز، واللي بيكون واقف حاضن مراته على الشاطئ، وبتكون بتحاول تقنعه ان اكيد بنتهم هتفهم هو مسافر مدة طويلة دي ليه. فبيقول لها ان الموضوع هيكون صعب جدا عليها لاني مش هسافر كام اسبوع زي كل مرة، الرحلة دي هتكون سنتين، وهي اكيد هتفهم ده وهتتقبله، خصوصا انك بتعمل كل ده علشانها. وبنفهم ان بنتها مريضة بمرض خطير جدا ولازم تتعالج في احسن المستشفيات، ومن خلال الرحلة الاستكشافية اللي هيعملها مايلز هيقدر يدخلها المستشفى. وبتنده عليه بنته اللي بيكون اسمها نيفين، وبتقول له انها مش عارفة تعمل الحركة اللي بتصفر بيها بايديها. فبيروح لها مايلز وبيقول لها ان الموضوع بسيط جدا، كل اللي عليها بس انها ما تنفخش بقوة. وفعلا بتحاول نيفين مرة واثنين وثلاثة ولكنها مش بتقدر، وبيشجعها مايلز لحد ما بتقدر تعملها، وفعلا بتطلع صوت الصفارة. فبتحضنه وبتقول له ان كل حاجة هو بيعملها بيخليها سهلة وانها ممتنة ليه جدا. وبتقول له انها عارفة انه مسافر في رحلة استكشافية وانه بيعمل كل ده علشان خاطرها هي وعلشان تقدر تدخل المستشفى وتتعالج. وبيفضلوا حاضنين بعض، وبعدها بنشوف مركبة فضائية وبيكون مايلز نام جواها. وفجأة بتشتغل انذارات المركبة لان في اجسام غريبة وصخور بتخبط في المركبة الفضائية، والصخور بتخبط في المركبة الفضائية وبتكسرها. وبيحاول مايلز يتحكم في المركبة ويعدي بيها وسط الصخور، ولكن السفينة للأسف ابتدت تتدمر. وبتظهر على الشاشة قدام مايلز الناس المتجمدين جوه الصناديق اللي بتتكسر بيهم وبيموتوا، وصورة نيفين بنته قدامه واللي بتقع. وبتدخل بيه السفينة في مدار كوكب غريب، وبيحاول يبعت إشارات استغاثة لمركز القيادة، وبيحاول يبلغهم إن السفينة كلها هتقع. وفعلا بيتدمر جزء كبير جدا من السفينة، وبيخبط مايلز في الكوكب بالسفينة وبيغمى عليه. وبيفوق مايلز على صوت جهاز الإنذار وهو بيبلغه إن الكوكب اللي هبطوا عليه مش معروف، وإن السفينة انحرفت عن المسار بتاعها. وبيلاحظ مايلز إنه متعور في بطنه بحديدة من جزء السفينة، وبيحاول بالراحه ان هو يطلعها، وبيتحرك بصعوبه من شده الالم. وبيحاول ان هو يقوم علشان يدور على ادوات تساعده علشان يوقف النزيف. وبعدها بيقرر انه يلبس البدله ويمسك السلاح بتاعه ويطلع بره السفينه علشان يكتشف المكان اللي نزل فيه. وبيشوف الناس اللي كانت متجمده كلهم ميتين، فبيكتشف ان نظام التجميد اللي كان في السفينه فشل وموت كل الموجودين. وبيشوف جثث الناس في كل حته، وبيرجع للسفينة بسرعة وبيحاول يبعت رسالة استغاثة للمرة التانية، وبيحاول يقول لهم ان كل الناس اللي كانت معاه كلهم ماتوا، وبيوصف لهم حالة الجو وانه بيقدر يتنفس على الكوكب ده. وبيفضل مايلز يفتكر بنته وبيشوف ارشيف الفيديوهات اللي بنته بعتها له، واثناء ما بيعمل كده الجهاز بيظهر له كبسولة انقاذ لشخص لسه سليمة، وعلى طول بتحدد له مكانها. فقرر انه يخرج بره السفينة، وبالفعل بدأ يستكشف مايلز المكان، وبيلاحظ ان في بيت كبير مكسور على الارض، وبيقدر انه يوصل لكبسولة الانقاذ. وبيخرج الطفل الموجود جواها وبيروح بسرعة ناحية السفينة لأنه بيشوف آثار أقدام ضخمة على الأرض، فبيفهم إن في وحوش على الكوكب ده وإنهم قريبين جدا منه. وتاني يوم الصبح بتصحى الطفلة اللي كانت معاه وبتعمل نفسها نايمة، وبيخرج مايلز عشان يستكشف المكان للمرة التانية، والمرة دي بيشوف بوضوح وبيلاقي على الأرض أنياب كبيرة لوحوش ضخمة وهياكل عظمية. وبيشوف أرضه قدامه، فبيطلع جهاز علشان يحدد له مكان كبسولة الإنقاذ، وبيقول له إن الكبسولة بعيدة جدا عن المكان بتاعه بحوالي 15 كيلو. وفجأة بيظهر ديناصور صغير وبيهجم على مايلز، وبيقدر مايلز انه يفلت منه وبيقتله، وعلى طول بيتحرك بسرعه من المكان اللي هو فيه. وبيلاحظ مايلز حركه غريبه وراه في العشب، وبيكتشف انها البنت اللي انقذها امبارح، واللي اول ما بتشوفه بتفضل تجري وهو بيجري وراها، واللي بيحاول يوقفها ولكنهم بيقعوا هما الاثنين. وبيلاحظوا ان في ديناصور عملاق في المكان، فبياخد مايلز البنت وبيجري بيها وبيرجعوا للسفينه. وبيحاول مايلز ان هو يتكلم مع البنت ويتعرف عليها، وبيسالها عن اسمها بس مش بترد عليه، وبتفضل ساكته شويه. فبيجيب دليل المسافرين وبيعرف ان اسمها كوا، وبيحاول ان هو يعالجها من الجرح اللي في ايديها، وبيقعد يحكي لها عن اللي حصل ليهم وانهم في مكان غريب وما يعرفش فيه حاجه. واخيرا بيحاول كوا يتكلم معاه بس بلغه غريبه ومش مفهومه، فمايلز بيحاول يتواصل معاه عن طريق الرسم، وبيرش على الترابيزه بهارات لونها احمر، وبيحاول ان هو يرسم جبل، وبيقول لهم ان هم لازم يطلعوا فوق الجبل لان الجزء الثاني من السفينه موجود هناك، وده الحل الوحيد علشان يقدروا يرجعوا البيت، وهناك هتلاقي العيله. وكوا اول ما بتسمع كلمه العيله بتفضل تكررها وبترسم شكل ابوها وامها، وبيكذب مايلز وبيقول لها ان الحاجات دي فوق الجبل. وبعدها بيبعت استغاثة تانية وبيقول لهم ان احد المسافرين طلع عايش، وانها بنت واسمها كوا، وان اهلها كلهم ماتوا وانهم لازم يساعدوه في اسرع وقت. وفي الوقت ده بتكون كوا شافت فيديوهات نيفين بنت مايلز، وهي بتقول له انه وحشها جدا، وفي المره التانية انها بتحبه جدا، وفي مره بتقول له انها بتكرهه جدا لانه مش موجود معاها. وبيجي مايلز ويقفل كل حاجه وبيقول لها انه لازم يستعدوا علشان يطلعوا الجبل، وبيجهز اسلحته وبيفضل يفهمها انها لازم تكون هاديه وانهم لازم يتحركوا مع بعض. وبيخرجوا من السفينه وبتشوف كوا طيور ضخمه، وبتلاحظ ان في حاجات في السماء على هيئه شهب،
بيمشوا وبيكملوا الطريق، وبتفضل كوا تهزر مع مايلز وترمي عليهم نوع من انواع التوت الاحمر، وبتقع حشره على مايلز وبتكون لزجه جدا، واللي بتخلي مايلز يقع، فبتضحك عليه كوا فبيهددها بمنظر ايده، وبتقع شجره قدامهم وبيسمعوا صوت حيوان بيستنجد، فبتروح كوا بسرعه علشان تنقذه، وبيساعدها مايلز وبيقدروا ان هم يخرجوه من الحفره. واول ما الديناصور بيخرج بتهجم عليه الديناصورات المتوحشه، فبتتخض كوا وبتصرخ، فبيحاول مايلز يهديها وبيستخبوا وبيروحوا ناحيه الشلال وبيشربوا ميه، وبتقطف كوا ورده وبتحطها في شعرها وبتحاول تحطها لمايلز، وبيرفض مايلز في الاول لكنه بيرضى، وبيستخدم الجهاز علشان يعرف اذا كان ماشي صح ولا غلط، وبيطلع فوق الشجره علشان يلقط اشاره، ولكن بتقف على ايده حشره فبيتخض وبيتكسر بيه فرع الشجره وبيقع. وبتلاحظ كوا ان الديناصورات الضخمه ابتدت توصل، وبيحاول مايلز ياخد السلاح علشان يضربهم، ولكن بيلاقي عددهم كبير جدا، فبيطلب من كوا انها تجري باقصى سرعه، وهما بيجروا وبيرمي عليهم 3 قنابل متفجره، وبتحاول كوا انها تستخبى لكن بيهجم عليها الطيور الضخمه، وبتعرف تستخبى منهم لكن بتهجم عليهم وحوش ضخمه، وبيجي مايلز على اخر لحظه وبينقذها، ولكن بيظهر فجاه وحش بيلف ديله على رقبه كوا وبيجرها على الارض شويه وبيسيبها، وبتكون مرعوبه، وبيحاول مايلز ان هو يهديها وبيصفر لها زي ما كان بيعمل مع بنته نيفين، وبتصفر هي كمان بس بطريقه مختلفه، وبعدها بيشيلها مايلز على ظهره وبيروحوا مكان علشان يرتاحوا فيه، وبيحط حواليها اجهزه شبه الانذار علشان لو حاجه قربت منهم، وبيناموا وبيعدي الوقت وبتشتغل انذارات، وبيصحى مايلز وبيحاول يصحي كوا، فبيلاقيها مش بتستجيب، وبيشوف سائل لزج طالع من بقها، ولما بيفتح بقها بيلاقي حشره سامه، فبيطلعها مايلز بجهاز معاه وبتفوق كوا، ولكن الانذارات بتشتغل تاني، وبيلاقوا ان في وحش ضخم جاي ناحيتهم، وبيفضل مايلز يضرب عليه النار، وللاسف بيقع جوه حفره، والجهاز بيقول لهم يكملوا في نفس الطريق وفي نفس الاتجاه، ولكن للاسف لما بيوصلوا لاخر الطريق بيكون مسدود، وبيحاول يحرك مايلز الحجاره لكن كل اللي بيعمله بيكون من غير فايده، فبيحس باليأس، وبتحاول كوا تشجعه وبتقول له انه لازم يوصل للجبل عند العيله، فبيقول لها مايلز انه كذب عليها وان مفيش عيله على الجبل، وبيعتذر لها بس هي بتكون مش فاهمه اي حاجه، وبتفضل كوا تشجعه، وبتفكر مايلز انه معاه الكور المتفجره، وبيستخدمها مايلز وبيفجر فعلا الفتحه اللي قدامه، وبيديها كيس من الكور ده احتياطي تخليها معاها، وبيقرروا ان هم يعدوا، لكن الموضوع بيكون خطير جدا لانه اي حركه غلط الجبل كله هينزل فوقهم، وبالفعل بتبدا تتحرك كوا الاول، وبعدها بيبدا مايلز يتحرك ويتحكم في جسمه، لكن الصخور بتتحرك بشكل كبير جدا وبتقع كميات كبيره من الصخور، فبيقرر مايلز انه يرجع للحفره تاني، وبينفصل كوا عن مايلز، وبعدها بشويه بيسمع مايلز صفاره كوا، فبيفهم انها عدت الناحيه التانيه، ومش بيكون قدام مايلز غير انه يعدي من الطريق اللي فيه وحوش، ولما بيوصل المكان بيظهر الوحش، فبياخد باله وبيهجم على مايلز، وبيفضل مايلز يحاول يقتل فيه لحد ما بيقدر ان هو يقتله بالسلاح اللي موجود معاه، وبتكون كوا في الوقت ده طلعت وبتشوف صخره حاده على شكل سلاح، فبتغرقها باللون الاحمر بتاع التوت، وبتاخدها معاها كانها سلاح تدافع بيه عن نفسها علشان لو حاجه هجمت عليها، وبيطلع مايلز من الحفره وبيطلع الجهاز اللي معاه وبيشغله، وبيقول له انه في كويكب خطير جدا وهيصطدم بالمكان اللي موجودين فيه خلال 12 ساعه من دلوقتي، وبيفضل ينده على كوا بصوت عالي، وفي الوقت ده بتكون كوا بتتهاجم من وحش من الوحوش وبيجري وراها، وبتدخل تستخبى منه في جذع شجره، وعلى طول بيحاول مايلز ان هو ينقذها لكنه بيتغرس في منطقه شبه الرمال المتحركه، وبتفضل تسحب مايلز لتحت، وبعدها بتتصرف كوا بذكاء وبتخلي الوحش يدخل وراها، وبتخرج هي من الناحيه التانيه وبترمي الكره المتفجره عليه وبينفجر وبيموت، وبيكون في الوقت ده مايلز بيغرق، وبيفضل ينادي على كوا لغايه ما بتوصل، وعلى طول بتمسك فرع من فروع الشجره وبتمدها له، وبيمسك فيها مايلز لحد ما بيخرج وبيشكرها لانها بتكون انقذته، وبيقول لها انه لازم يسيبوا المكان ده في اسرع وقت، ولما الليل بيجي بيقول لها مايلز ان هما لازم يتسلقوا علشان يوصلوا المكان، وبتطلع كوا الاول وبيديها الحبل علشان تربطه وتنزله له، ولكن كوا بتتاخر على مايلز وبيشك انها ما عرفتش تتصرف، واخيرا بترمي له الحبل، ولما بيطلع بيتفاجئ بالطريقه اللي ربطت بيها الحبل، وبيقول لها ان هي ذكيه جدا، وبعدها بيوصل للجزء الثاني من السفينه، وبيشغل مايلز السفينه، وبتشوف كوا كل الناس وبتلاقيهم اموات، وبتكتشف ان مايلز كان بيكذب عليها طول الوقت، وبيحاول مايلز ان هو يفهمها ولكنها بترفض انه يقرب منها، وبيقول لها ان بنته نيفين ماتت هي كمان، وانه ما عرفش يكون جنبها في اكتر وقت هي محتاجاه فيه، وان مهمته دلوقتي انه يرجعها سليمه، وبتبدا صخور كواكب تقع عليهم، فبيقرروا ان هم يقعدوا على الكرسي وبيربطوا
عزيمة الأمان علشان يستعدوا للاصطدام اللي هيحصل للمركبة. وبتفوق كوا الأول وبتحاول إن هي تفك حزام الأمان ولكنها مش بتقدر. وبعدها بيفوق مايلز وبيكتشف إن المركبة بتتعرض للهجوم من الوحوش الضخمة، فبيفك الحزام بسرعة وبيمسك سلاحه وللأسف بيلاقيه فاضي وإنه كمان ما بيلحقش يملاه. وبيجري وراه الوحش وبيستخبى مايلز لحد ما يجهز سلاحه. وبتكون كوا في الوقت ده قدرت إن هي تفك الحزام وبتحاول تساعد مايلز، وبتعرض الشرايح بتاعت نيفين بنته بالجهاز. وبيروح الوحش ناحية الصور وبيقرب من ناحية نيفين وبيحاول ياكلها، فبيضرب مايلز الوحش وبيقتله. وبيكون فاضل وحش تاني عملاق شبه الديناصور وبيحاول ان هو يهجم على كوا، وبيفضل يضربه مايلز بالذخيرة بتاعته لحد ما بيخلص عليه. للأسف مش بيلحق يرتاح وبيظهر وحش ضخم جدا، فبيقرر مايلز ان هو يضحي بنفسه ويجري بعيد عن السفينة. وبيحاول ان هو يشغلها على وضع الانطلاق ولكن كوا بتصرخ بصوت عالي وبتقول له لا. وبيفضل يجري مايلز لحد ما بيشوف انفجار ميه سخنه جدا، ومن حسن الحظ بيعدي مايلز وبينفجر الميه السخنه في الوحش، ولكن للاسف مش بتكون كفايه انها تقتل الوحش. وبيقرب الوحش علشان ياكل مايلز ولكن كوا بتجري ناحيه الوحش وبتغرز الصخره اللي كانت معاها في عين الوحش، ومش بيقدر يشوف لغايه ما انفجر ينبوع ميه ضخم وموت الوحش. وبكده تكون كوا انقذت مايلز المره الثانيه وبيرجعوا للسفينه، وبتكون صخور الكواكب الغريب بتقع فوقيهم، ولكن بيقدروا ان هم ينطلقوا بالسفينه ويخرجوا بالكوكب بامان. وبيكونوا ماسكين ايدين بعض وبيبصوا لبعض وبيحاولوا ان هم يهونوا على بعض كل اللي حصل لهم في الكوكب. واعتبرت كوا مايلز ان هو اهلها وهو كمان اعتبرها بنته. وبكده يخلص فيلمنا، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب علشان يوصل كل جديد. سلام.